كيكة النهاردة سهلة وسريعة واقتصادية، يعني مش مكلفة خالص، مش محتاجين ننزل من البيت عشان نشتري حاجات مكلفة عشان نعمل كيكة شوكولاتة زي الكريمة أو القشطة أو الحاجات دي كلها مش هنستخدمها، إحنا هنعملها بمكونات بسيطة أوي في البيت، وهنعمل لها كمان صوص جميل جدًا هيخلّيها غرقانة شوكولاتة. بس قبل ما نبدأ في الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وكمان تنشروا الفيديو وتسيبوا رأيكم في التعليقات. المكونات اللي هاستخدمها هتكون معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، كوباية إلا ربع لبن أو حليب، 3 بيضات، وكمان معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، ونص كوباية من الزيت، وكمان معلقتين، ومعايا كمان كوباية ونص من الدقيق المنخول، ومعلقة كبيرة من الخل، وكمان معايا ربع كوب من الكاكاو الغامق اللي هو الغير محلى، وكوباية من السكر. أنا هاستخدم الstand mixer عشان أنجز وقت بسرعة، ولكن أنتم ممكن تستخدموها في الخلاط أو بمضرب كهربي أو حتى من غير أي مضرب خالص، ممكن نستخدمها كده يدوي، بس لمّا بنحطها في الstand mixer أو الخلاط بيساعدنا على الضرب بسرعة، وكمان القوام بتاعها بيكون ناعم. أنا هاحط كل المكونات السايلة مع بعض، طبعًا اللبن والزيت، وحطيت الفانيليا، وحطيت البيض، وكمان هاحط السكر، وهاضربهم مع بعض كويس أوي. لو لاحظتوا في الأول أنا حطيت كوباية إلا ربع من اللبن، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الخل، لغاية ما اللبن يعمل تكتلات كده، عشان تحسوا كده إن هو عمل زي اللبن الرايب أو اللبن القاطع. الحركة دي بتدّي طراوة حلوة جدًا، جدًا للكيك، بتخلّي قوامها ممتاز. ممكن نحط معلقة من الخل أو عصرة ليمون. بعد كده هانزّل بقى المكونات الجافة زي الدقيق، هاحطه على طول، أنا نخلاه مرّة و2، لو تقدروا تنخلوه مرّة أو 2 أوكي، بس هي مرّة واحدة كفاية. وحطيت معلقة البيكنج باودر، وحطيت كمان الكاكاو، وطبعًا حطيت معلقة صغيرة من النسكافيه أو أي قهوة سريعة الذوبان، بتدّي طعم حلو جدًا، جدًا للكيك اللي بالشوكولاتة، بيظهر كده طعم الشوكولاتة، وبيكون الطعم يعني بجد في حتة تانية خالص. قلّبت كل المكونات مع بعض كويس أوي، بس بعد ما أحُط الدقيق أنا مش هاضرب كتير، يعني هي لفتين بس كده لغاية ما الدقيق يختفي، وخلاص هافصل المضرب على كده. طبعًا القوام زي ما أنتم شايفين أهو ناعم أوي، قوام سايل شوية مش كيكة متماسكة، لأ هي قوام ناعم أوي ومايل إن هو سايل شوية، عشان تطلع معانا الكيكة هشة وطرية. جبت القالب بتاعي، أنا جبت صينية كبيرة بايركس، ممكن تستخدموا صينية تيفال، أي صينية تعجبكم، الصواني اللي هي بتتفتح، أي صينية تعجبكم. بطنتها كويس بالزيت، وحطيت لها رشة من الكاكاو. طبعًا أنا حطيت رشة كاكاو عشان دي كيكة شوكولاتة، ممكن تعملوا رشة دقيق، بس طبعًا الدقيق بيبقّع شوية في كيكات الشوكولاتة، وبيبقى يعني شكلها الخارجي مش حلو أوي، فلمّا بنحط كاكاو بيكون الشكل أفضل بكتير. أهو هاصُب خليط الكيك في القالب، بُصّوا القوام بتاعها حلو إزاي، عشان لو نوع الدقيق بتاعكم مختلف أو مثلًا ادّاكم قوام الكيكة تقيل شوية أو ماسك شوية، ممكن تضيفوا معلقة أو 2 لبن. بس بعد ما نزّلتها خلاص في القالب، هادخّلها طبعًا على فرن أنا مسخّناه من قبل على درجة حرارة 180، بتقعد في الفرن حوالي تِلت ساعة أو نُص ساعة، يعني على حسب الفرن بتاعكم، بس ضروري إن إحنا نكون مسخّنينه من قبل بحوالي 10 دقايق. وهنا بعد ما الكيكة استوت خلاص خدت وِش حلو، وغرست فيها كده خِلّة أو سكينة زي ما أنتم شايفين بتطلع نضيفة، يبقى هي كده تمام، قلبها مستوي وزي الفل إن شاء الله. هابتدي بقى أعمل فيها ثقوب كده صغيّرة، هاخرّم الكيك كلّه عشان هاسقيه بلبن، بحيث إن هو يعني يشرب اللبن بسرعة. بُصّوا عملت ثقوب كتيرة أوي. هي كده، كده الكيكة طرية مش محتاجة يعني، دي خطوة اختيارية بتساعد على إن الكيكة تكون أطرى وأنعم، لكن لو مش حابين تضيفوها ما فيش أي مشكلة.
بصوا طبعا الكيكة بقت دافية شوية فشربت اللبن بسرعة، وهركنها بقى على جنب لغاية كده ما تبرد وتتشرب اللبن مع نفسها. وهعمل بعد كده صوص حلو جدا. معايا 2.5 كوباية من اللبن، وتلت كوباية من الكاكاو الخام، ومعلقتين زبدة، ونص كوباية من السكر، ومعايا كمان معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا زي ما انا بوريهم لكم اهو في الطبق. انا اسماهم كده في النص كده جنب بعض عشان اوريكم ان ده دقيق ونشا. مواد الربط اللي هستخدمها هي دقيق ونشا بمجموع 4 معالق كبيرة، يعني ممكن تحطي 3 لواحد، ممكن تحطي مثلا 3 دقيق وواحد نشا، ممكن تستخدمي كله نشا زي ما يعجبك. بس الدقيق مع النشا بيعمل صوص ناعم جدا وقوامه بيكون ممتاز. هبتدي بقى اطبخهم على النار كده. قبل ما افتح النار انا ضفت كل المكونات مع بعض، وحطيت كالعاده رشه من النسكافيه، ممكن تستبدلوها بفانيليا لو حابين، ممكن ما تحطوش النسكافيه زي ما يعجبكم، بس هو بيدي طعم حلو جدا. وبعد كده هضيف الحليب. طبعا الحليب بارد عادي جدا، وهدوب كل المكونات دي كويس قوي. زي ما قلت لكم انا هستخدم 2.5 كوباية من الحليب، لان انا عايزاه صوص خفيف شويه، يعني مش تقيل او ما يبقاش ماسك كده على الكيك وتحسوا كده ان هو عامل زي المهلبيه شويه او كده. لا انا مش عايزاه كده، لا انا عايزاه يكون سايح كده ويكون يعني نازل كده من على الشوكولاته ويغرقها، يغرق الكيكه، يعني هيدي شكل وطعم ان شاء الله هيعجبكم جدا. بعد ما دوبت المكونات دي كده كلها مع بعض، هشغل النار على درجة حرارة منخفضة وهستمر في التقليب. يعني انا بعد ما شغلت النار ما ينفعش اشيل الويسك خالص من الحله بتاعتي او الحاجه اللي انا بطبخ فيها، لان لو شلت ايدي هيحصل زي تكتل او كلكعه كده، انا مش عايزاه. وطبعا بعد ما ابتدى يعمل فقاقيع كده على الوش ويحصل غليان كده، معناه ان النشا والدقيق استوى. هضيف معلقتين الزبدة وهقلب بسرعة وهرفع من على النار. خلاص كده انا مش محتاجة النار تاني، الزبدة هتسيح مع سخونية الصوص. بعد كده هصب الصوص على الكيكة. بصوا قوامه حلو ازاي وناعم ومفيش اي تكتلات، ويعني عايزه اقول لكم ان الريحه كانت ممتازه. هسيبه بقى يبرد شويه. طبعا احنا في الشتاء فالصوص ده بيمسك بسرعه والكيكه بتبرد بسرعه جدا. ممكن كده تسيبوه على رخامه المطبخ لمده ساعه ولا حاجه لو حابين تدخلوه التلاجة، بس طبعا لما يهدى وكل البخار ده يطلع تبتدوا تدخلوه التلاجة. ممكن يقعد ساعه او ساعتين، لان لما الكيكه بتتماسك كده وتاخد من طعم الصوص طبعا بيكون التقديم افضل. بس انا طبعا ما استنيتش، يعني انا سبتها تبرد كده شويه، وبعد كده عملت لها تزيين بسيط قوي. عملت كده رشة من سبرينكلز، الأطفال بيحبوه قوي وبيكون كمان شكله حلو في التقديم، ومن غير أي بقى تعقيدات أو إن احنا نستخدم بقى كريم شانتيه أو حاجة زي كده. لا أنا اكتفيت بالسبرينكلز بس. اهو زي ما انتم شايفين عملتها نصين، نص من السبرينكلز والنص التاني هحط عليها شوكولاتة مبشورة. انا استخدمت شوكولاته بالحليب، كانت طعمها حلو جدا. هي كانت عندي يعني بالمناسبه، ما نزلتش اشتريتها مخصوص. انتوا ممكن تستخدموا اي شوكولاته مطبخ عندكم هتنفع، حتى لو ما فيش شوكولاته خالص خلاص مش مشكله. ممكن تكتفوا بالسبرينكلز بس، او حتى ممكن تكتفوا بالصوص اللي احنا حطيناه بس، هي مش محتاجه تزيين كتير يعني. وابتديت ابشر كده الشوكولاته على المبشره. يعني انا حاولت اجرب كل جوانب المبشره بس ما عجبنيش اي شكل غير اللي هو البشر الخشن، بيعمل شكل حلو قوي للشوكولاته وبيدي قوام كده، بيعمل فوليوم كده للشوكولاته، فبيبقى شكلها حلو قوي في التقديم. بصوا انا استخدمت حوالي نص بار من الشوكولاته، يعني حوالي 4 مكعبات كده، ما كترتش، وهحطها على النص التاني من صينيه الكيك.
بس طبعا ضروري لو هتحطوا شوكولاته او سبرينكلز لازم الصوص يكون برد، لان احنا لو حطينا الشوكولاته على الصوص وهو سخن طبعا هيسيح ومش هيبقى فيه اي ملامح يعني، فنخلي بالنا من حاجه زي كده. ممكن كمان نزين برشة كاكاو محلى، برضو بيكون حلو جدا في التقديم. بس انا حبيت بقى اكسر الالوان كده ونعمل شكل جديد. طبعا انا عامله حجم عائلي يعني هيكفي عدد كبير قوي، هيكفي العيله كلها، وممكن كمان تقعدوا تاكلوا فيها كذا يوم. بتكون حلوه جدا لما يعني بتفضل في التلاجة او بتبات في التلاجة، يعني بيكون طعمها تاني يوم احلى بكتير من اول ما تعملوها. بصوا قوامها حلو ازاي، عايزه اقول لكم الكيكه نفسها فلافي جدا. معلقه الخل اللي ضفناها دي مش قادره اقول لكم حلوه جدا جدا، وبتفرق فعلا في قوام الكيكه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.